الهايبريد فيلر تكنيك ذا نيو ايرا ل 2025. احدث صيحه في مجالنا وفي مجال التجميل هو التكنيك بتاع الهايبريد فيلر. حبيت اقول لكم تكنيك جديد في بدايات السنه الجديده 2025. كل سنه وانتم دايما طيبين، ودايما تبقى لابونيتا جولي عند حسن ظنكم، ودايما بتقدم لكم يعني اعلى واحدث تكنيكس في التجميل. ايه اكتر اماكن انا ممكن احقن فيها التكنيك ده او احط الهايبريد فيلر؟ هي الاماكن الاكثر شيوعا في حقنه الزيجوماتيك بون او منطقه التشيكس ومنطقه الدقن بالجو لاين. المنطقه دي عشان بتتحدد، وطبعا في اللاترال فيس عشان يحصل له شد وتحديده، فدي اكتر اماكن بتتحقن بالتكنيك ده. وطبعا مش هنلاقي افضل انواع فيلر الكالسيوم ايراديس، واكيد كلنا عارفينه من شهرته من افضل انواع الكالسيوم عالميا. وانا بحب كمان الميكس بتاعه مع النوفيا، لان انتوا عارفين انا يعني شويه مياله لفيلر النوفيا او بيريحني قوي في الشغل، ونتائجه والديورابيلتي بتاعته هايله هايله. الميكس ده اكتر من رائع، والدوز بتاعته يعني ديبند اون كل حاله، يعني الدوز بتتحدد على حسب كل حاله ومحتاجه ايه. كل سنه وانتم طيبين. وده عباره عن ايه؟ عباره عن الدمج بين الريديس فيلر او فيلر الكالسيوم والهيالورونيك اسيد فيلر. طبعا بنعمل ميكس معين بديليوشن معين بنسب ما بين الهيالورونيك نسبه الى الكالسيوم على حسب كل حاله واحتياجها، وبيتحقن بتكنيك معين في طبقه معينه من الجلد. خلينا نقول ان التكنيك ده بدأ من 2020، ولكن يمكن ما تنفذش او ما فيش ناس كتير اشتغلت بيه الا في الفتره الاخيره، وللصراحه هو اثبت نجاح عالي جدا اكتر من المتوقع. من مميزاته الحلوه ان النتيجه بتاعته بتبان اتوانس، وبعد اسبوع ل 10 ايام بتزيد جدا جدا في الريزلت بتاعتها. لمعه ونضاره قويه جدا، بيدي شده حلوه قوي للجلد، وكمان المده بتاعته اطول من ان انا اعمل كل حاجه منهم لوحدها. يعني الكالسيوم مع الهيالورونيك لما بيتميكسوا كويس جدا، المده بتاعته اللي بتفضل في البشره بتقعد فعلا مده طويله جدا، في شده قويه، في ديفينيشن، في نضاره، في ستيميوليتنج عالي جدا للكولاجين والالاستين. ينفع لمين ومين اكتر حد محتاج يعمل الهايبريد تكنيك؟ الناس اللي عندها ساجي او اللي وشها واقع فاضي، الجلد بتاعها ضعيف شاحب، عملت حاجات نضاره كتير ومش بتحس بالفرق، محتاجه يبقى فيه شده وتايتنس قوي، محتاجه ان احنا يبقى فيه لمعه ونضاره اتوانس، وفي نفس الوقت في فيلنج، في امتلاء مش اوفر لكن بيبقى امتلاء طبيعي وقوي، وكمان يعني حاجه بتدوم فتره طويله. كمان الناس اللي هي فقدت مثلا جزء من الوزن كبير، او الناس اللي هي مثلا كانت عندها لا قدر الله اي مرض فده اتعرضت للخسسان او شكل وشها بقى باهت، او الناس اللي تقدمت في العمر وبقى الجلد بتاعها رقيق وساقط، التكنيك ده هو انسب تكنيك ليها. انه بيدي لمعه قويه جدا، بيدي نضاره وتايتنس وشد، وكمان هو محفز قوي جدا من محفزات الكولاجين، فبتكون كميه كبيره قوي من الكولاجين في فتره قليله، فبتحس بان طبيعه الجلد نفسها والكواليتي بتاعته اتغيرت مع الديفينيشن والشكل.